السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة وصفة وتركة. إن شاء الله النهاردة هنسوي مع بعض ذرة الفشار بالمية بطريقة سهلة وبسيطة. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تنوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله توكلنا على الله. أنا هنا حطيت في الحلة كوباية إلا ربع من المية وغطيتها لغاية لما تغلي معايا. أول ما غليت حطيت لها كوباية إلا ربع من ذرة الفشار وهقلبه معايا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ تاني أغطي الحلة لغاية لما المية تغلي معايا مرة كمان. مجرد ما المية معايا بدأت تغلي هنبدأ نرفع الغطا ونبدأ نقلب مع بعض بالسباتيلا لغاية لما المية دي تبدأ تتناقص معايا بالتدريج. هي هنا المية معايا لسه زايدة شوية كده، وهتلاقي المية منسوب المية معايا في الحلة بدأ يقل. فايدة المية معايا هنا إن هي هتسخن قوي الحباية بتاعة ذرة الفشار علشان توصلها لدرجة حرارة مرتفعة جدا بنفس درجة الحرارة اللي بتوصلها لما بتتحط في الزيت. فتبدأ الحباية من جوه تبدأ تسخن كويس قوي وتبدأ بعد كده تفتح معايا بمجرد تناقص كمية المية. هنا زي ما انت شايفة معايا كمية المية بدأت تقل. برضو هنستمر مع بعض في التقليب. هنا تقريبا هتلاقي دلوقتي وانا بحرك بالسباتيلا الحلة من تحت ارضيتها نشفت خلاص، بقى فيها كمية خفيفة جدا من المية. مجرد ما الكمية تقل معاكي هيبدأ بقى الذرة ينشف خالص، وهوريهولك دلوقتي بالسباتيلا اكنك لسه حطاه. خلاص هو دلوقتي بدأ معايا ينشف زي ما انت شايفة وبدأ يفرفر من بعضه خالص ويبعد عن بعضه اكننا لسه ساقطينه حالا. هنا في المرحلة دي الذرة معايا بدأ يسخن قوي. تقريبا انا قلبت الذرة حوالي 4 دقايق بعد ما المية كانت خلصت منه، وهنا بدأ يفشر ويفتح معايا. هنبدأ بقى نغطيه لغاية لما يخلص. هنا بقى دلوقتي هنفتح عليه الغطا، ما شاء الله هتكون خلص، وما شاء الله مفهوش واحدة ما فتحتش، كله فتح زي ما انت شايفة معايا. هنبدأ بقى ننقصه في طبق وهنبدأ نعمله طعوم. أول حاجة خالص هبدأ أجهزها معاكم هي الكراميل. الحلة لسه سخنة وما شاء الله نضيفة زي ما انت شايفاها لأن ما حطيناش فيها أي حاجة. هبدأ أحط فيها نص كوباية من السكر والحلة سخنة معايا وأنا عاملة النار على نار متوسطة. وهنبدأ بقى نقلب الكراميل عن طريق إن احنا هنهز الحلة. بلاش نحط سباتيلا أو نحط معلقة ولا أي حاجة، كل اللي بنعمله إن احنا بس بنقعد نحرك السكر جوه الحلة. أنا هنا بوريكي السكر لسه معايا أبيض فاتح، ما دخلش خالص في مرحلة الكرملة. شوية كده وبدأ السكر معايا يغمق زي ما انتي شايفة. دلوقتي بقى حاجة بسيطة خالص بعد المرحلة دي اهو بدأ يدي معايا كراميل زي ما انت شايفة معايا. هنا دلوقتي بقى هبدأ اتدخل بالسباتيلا وابدأ اقلب الكراميل كويس علشان باقي السكر اللي لسه ما دابش معايا ابدأ ادوبه. هنبدأ نخبط كده على السكر من فوق بطرف السباتيلا، نكسر السكر ونبدأ نقلب بالراحة. هنا ما شاء الله هو كل السكر معايا خلاص بدأ يكرمل. هنا بقى هحط على طرف المعلقة سنة صغيرة خالص من البيكنج باودر، هيفتح معايا اللون قوي كده زي ما انت شايفة ويدي قرمشة حلوة جدا للكراميل. مجرد ما اقلبهم مع بعض ابدأ على طول اضيف الفشار وتقلبيه بسرعة جدا لان الكراميل بيمسك بسرعة. قلبيه بسرعة بالفشار وطلعيه من الحلة وحطيه في الطبق على طول، ما تسيبيهوش جوه الحلة عشان هيلزق معاكي في الحلة. تاني حاجة هنعملها ان شاء الله مع بعض على ما الكراميل يهدى هنعمل صوص شوكليت. انا بجيب مكيال ثابت بحط منه سكر ومية والكاكاو الخام، بس انا ما كانش عندي سكر باودر، فهقلب الاول السكر وادوبه في المية وبعد كده هبدأ اضيف بنفس المكيال هنضيف الكاكاو الخام عشان نعمل صوص الشوكولاتة. بس خلي بالك لو انتي هتعملي الفشار بصوص الشوكولات اول ما تخلصيه بتاكلوه على طول، لان لما بتستني على الصوص شوية بيبدأ يطري معاكي الفشار، ما بيبقاش الفشار مقرمش زي ما بتحطي عليه شوكليت. يعني انتي لو عندك بارة شوكليت وسيحتيه وحطيتيه على الفشار بيفضل معاكي جامد ما بيحصلهوش حاجة، بيفضل بقرمشته. لكن الصوص بتاع الشوكليت اللي احنا لسه عاملينه ده
بيطري الفشار شوية. فانتي لو هتعملي الصوص بعد ما تخلصيه وتقلبيه تبدأوا تاكلوه على طول، ما تستنيش عليه شوية، على عكس الكراميل مهما قعد معاكي بيفضل ناشف. كده الكراميل معايا كمان بدأ ينشف، او نشف خالص في الطبق. بدأت بقى افككه من بعضه. زي ما انت شايفة ما شاء الله كان لونه حلو قوي، وكان كمان مقدار السكر بتاعه مظبوط. هنتفككيه كله من بعضه كده هيبقى جاهز معاكي. اخر حاجة بقى عملتها، خدت برضو جزء من الفشار وهرش عليه بقى توابل جاهزة خالص بجيبها من عند العطار. انا كنت جايباها بطعم الجبنة، رشيتها على الوش من فوق. بس كده وابقى كده خلصت معاكم كل الكمية اللي احنا عملناها مع بعض. عملنا بالكراميل وعملنا بالشوكليت وعملنا بالتوابل العادية، البهارات العادية بتاعة الفشار. ودي ما شاء الله كل الكمية اللي طلعت معايا ما شاء الله. الفشار بالكراميل كان مقداره حلو قوي. اللي بالشوكليت زي ما بقولك لو صوص الشوكليت ما تستنيش عليه كتير عشان ما يطراش، على عكس طبعا لو كنتي مسيحة بارة شوكليت عادي ورشيتي عليه ده بيقعد معاكي فترة طويلة ناشف زي ما هو. وكده انا خلصت معاكم الفيديو، اتمنى ان هو يعجبكم. ولو اول مرة ليك معايا في القناة ياريت تنوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.